عشان يثبتك معايا والله مهم قوي. فكر فيه. انا عارف ان انا مهم، بس هو يعمل مع الاولاد يعني هيسمعوا بس كده. ده كفايه قوي يا دكتور، حتى لو ما عملش حاجه تانية. يعني انا اسفه، ما تزعلش مني، بس هم بيسمعوا دلوقتي. يعني هم لو حصل لهم مشكله هيتكلموا مع مين؟ انت بتقولي ايه؟ تسلم يا زين. انت صح يا مادة، عندك حق. تسلم يا زين، تسلم يا زين. دستور دستور يا سيدنا، دستور. هو انت بتعملي ايه بس يا ماما؟ ما بكلمكش. حبيبتي قلبي ابيض بقى خلاص يا ماما، عشان خاطري. موافقة بس على شرط. ايه هو؟ تنسى موضوع الدكاترة والخرافات دي. غلط اصلا. بقول لك ايه، موافقة ولا ايه؟ حاضر يا ماما، موافق. يبقى اتفقنا. البخور ده ليه مفعول السحر، ولا اجنحه دكتور من اللي كنت عايز تاخد عيالك منهم. صدقني ان احنا اللي محتاجين دكتور امراض صدريه. انت تسكت خالص، ما اسمعش صوتك. ولا ايه رايك يا شيخ؟ حاضر يا ابن نفسي هتحرج. حاضر حاضر سيبني. جدع الدكتور قال. دستور يا سيادنا. اقسم بالله انا كرهت اسم المسرحيه دي. دكتور نجاد مش شاطر ده؟ كل الريفيوز اللي عاملها بتقول انه شاطر قوي. يعني عارف يتعامل مع يوسف وفريدة؟ كل الناس اللي اتعاملت معاه بتقول انه شاطر قوي في معاملة الاطفال. ماشي، يبقى نكلمه. على فكرة مستر حسين كلمني. مش طايق انت؟ لا اكتر شوية. هيرفضني؟ برضه مستر بهدل. ما تقولي يا مامي في ايه؟ مستر حسين عامل لي في استدعاء لولي الامر، عايزني اروح له انا المكتب. لا والله. والله. وبيقول ان هيوصل الاسلام علشان اللهم صل على سيدنا محمد. ايه استدعاء لولي امر. ايه حد يا هلا، عمري ما حد عمل استدعاء ولي امر. يا هلا، ساكتين ليه؟ ساكتين ليه؟ محدش بيكبس ليه؟ بيخيبوا على خبر. تحتاتي من ايطاليا. من فضلك تحتاتي. كلمني باسلوب افضل من كده شويه. بقول لحضراتكم ايه؟ احنا امبارح كان عندنا المطبخ بده دهان، انا جاهز. والله ده المطبخ، انت قصدك السقف يعني؟ جايبينكم عشان نحل الموضوع، مش عشان تبقوا ربنا يرضيني انا ولا زي سوري ومال مستر حسين، ومال. احنا مش هنتخانق. اوعدك ان نتكلم مع حسام ومع نورة علشان مصلحه الاولاد. ابعت لي واحد يونيفرس وواحد اسد، وانا ان شاء الله ابقى اعمل السقف الدهان بتاعه. صاحب السعاده الله يسعد قلبك. يا ريت الله يسعد قلبك. بدل العند اللي هي فيه ده. انا ماشي عشان